السلام عليكم ورحمة الله. معكم المستشار محمد الحسيني من قناة الميزان الذهبي، وأكلمكم النهاردة عن سر عدم زواج شادية وفريد الأطرش. شادية اتجوزت عماد حمدي وهو أكبر منها ب26 سنة، واتطلقت منه بعدها بحوالي 3 سنوات. ويقال أن السبب الرئيسي للطلاق هو أنه قام بصفعها بالقلم في أحد المناسبات العامة، في نفس الوقت اللي فريد الأطرش كان قد أنهى علاقته بسامية جمال تماما بعد قصة حب طويلة. وتشاء الأقدار أن الثنائي شادية وفريد الأطرش يحبوا بعض واتفقوا على كل تفاصيل الزواج، وفجأة وبدون أي مقدمات انتهت علاقة شادية بفريد الأطرش قبل أن تبدأ. طيب إيه السبب؟ شادية كانت ست بيت شاطرة بتميل للاستقرار، وفريد كان متعود على السهر والرحلات، وده خلى فريد يحاول أكثر من مرة إنه يغير سلوكه، بس ما قدرش. وكان دايما في صراع نفسي ما بين حبه الشديد لشادية وحبه لطريقة حياته اللي اتعود عليها، لغاية ما قرر إنه فعلا يتغير عشان خاطر عيون شادية. وبالفعل سافر لفرنسا عشان يعمل شوية فحوصات طبية ويرجع عشان يتقدم لها بشكل رسمي. في الرحلة دي بالذات فريد حب يودع حياته القديمة اللي اتعود عليها، عشان كده كان مقضيها السهر وفرفشة على أساس إن دي هتكون آخر مرة هيعمل فيها كده، ثم يبدأ حياته الزوجية مع شادية في حب واستقرار. في الوقت ده بدأت أخبار فريد توصل لشادية، وده سبب لها ألم نفسي كبير وخلاها تفقد الثقة فيه، بعد ما كانت قد بدأت بالفعل في شراء فستان الزفاف وشعرت بالإهانة، فقطعت علاقتها به تماما وتزوجت من أقرب أصدقائه وهو المهندس عزيز فتحي، مما سبب ألم نفسي شديد لفريد الأطرش. فخلد قصة حبه مع شادية بأغنية حكاية غرامي، وهي من أروع أغاني فريد الأطرش. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد.